فهمت هون من الجماعة أول ما جيت. حضرتك يعني حالة خاصة، حضرتك متزوج أربعة. ايه والله 4 نسوان. طيب كيف لا وقررت إن هون بالدول الأوروبية يعني ممنوع تعدد الزوجات وأنت جاي وطالب لجوء؟ ايه فكيف والله يعني؟ انا بالنسبه لي يعني مو معقول اني اترك اولادي ونسواني وامشي. انا كان الله منعم علي نعمه كبيره كثير وراحت، فمو معقول اني اتركهم واجي. جبتهم معي وقالوا لي كيف ممنوع تعدد زوجات؟ قلت لهم هي زوجتي وهذا طفلي. الثانيه قلت لهم هي صديقتي وهذا طفلي، والثالثه قلت لهم هي صديقتي وهذا طفلي، والرابعه هيك. حتى وافقوا كان يعطونا الموضوع اللجوء ويستقبلونا ووافقوا على الموضوع بدون أي مشاكل بدون اي وكذا؟ مشاكل. طالما عرفوا انه صديقه مو زوجه وافقوا. طيب انت يعني قبل ما تقول لهم موضوع انه هدول مش زوجات وكذا، انت كنت يعني قبل ما تجي عارف ودارس ومخطط شو رح تحكي وهذا الكلام رح يلعب ضدي، هذا رح يكون لصالحي؟ والله طبعا انا درست الموضوع من كافه جهاته، ولما وصلت سالت الناس، سالت المعارف، سالت في ناس المان سالتهم، قالوا لي لا تقول انه هي زوجتي، قول صديقتي، لانه هم موضوع كلمه تعدد زوجات ما عندهم. عندنا له صديقه صديقه، المهم على سنه الله ورسوله زوجتي.